قالوا ناس زمان يجي يوم يكثروا فيه الحجاج وتجارة تجاج ونساء تبقى بلا زواج والبنت على امها تعواج. يكثروا فيه التجار ويقل لحيا من الصغار وتولي المرأة ما تشد الدار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي قناة أمل دزاير. نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال وانتم تشاهدوا هذا الفيديو. اللي ما يعرفش قناة أمل دزاير، أمل امرأة جزائرية، روتينتها بسيطة، وصفاتها بسيطة. نتمنى أنكم تنضموا لبيتنا ولعائلتنا. مرحبا بالمشتركين اللي معايا ومرحبا بالمشتركين الجدد، واللي مازال ما راهيش مشتركه وراكي تطلي من الفوق نقول لك الدخليه يا حبيبتي مرحبا بك. تفضلي نورتينا في القناه. فعلي زر الجرس واشتركي ورايحه ما تندميش معنا تماما. المهم هنايا كما راكم وكما تعودتوا مع امل دايما الصبحه تاعي نوري لكم شندير الصباح ولا واش ندير الصباح. فطور لأولادي والجود بالموجود وكل حاجة على طبيعتها وسامبل وبلا زواق بلا فخ بلا زوخية البنات. كما راكم تشوفوا هذه هي كانت عندي حبة واحدة تاع خفاف. قسمتها يعني سخنتها وقسمتها، حطيتها فتتها، وكان عندي شوية فتات باقي لي يعني من البارح. قلت نحط نسخن وياكلوا منها كامل شوية شوية، والحمد لله ربي يدومها نعمة ويحفظها من الزوال. هنا كما راكم تشوفوا جيت للمراح، يعني عندي واحد الجهة من المراح كما راكم تشوفوا زبل في زبل في زبل أعزكم الله. قلت اليوم نحاول أني نقي منها. يعني كنت رايحة نقي هذيك خطرة، يعني الفيديو اللي شتوني قصتي يعني يدي درت فيه فوجست. هنا وين درت فوجست كي حسيت روحي يدي بلي راهي مليحة قلت نقلع هذا الأعشاب الضارة وأعشاب اللي يعني تغطي لي كامل هذا الآخر. لو كان كاش حشرة ولا يعني فار يعني حاشاكم ولا كاش طوبة ولا تبان يعني كاش حشرة. رانا يعني بريودة راح يدخل هذا الربيع وتكون كاين هذا الحنوشة وهذا الصوالح. يعني نتمنى أنكم تتفهموا الوضع. قلت نقيها قبل فوات الأوان، يعني رانا نستعملوا في هذا المراحل قدامه. قلت أموا هنا كما راكم تشوفوا عندي هذا الحرايق. كاين اللي يعرف هذه العشبة قتلتني في يدي، كنت نحيها غير بيدي بلا ليغون بلا والو. يعني هنا اضطريت أني نروح، كانت تحرق فيا في يدي هنايا. اضطريت أني نروح نقلع، يعني نقلع نبدل حوايجي ونروح نجيب ليغون ونستعملهم لازم. المهم هنا بديت نقي البنات، ما صورت لكمش لانه هنا الوالده كانت رايحه. صافي قلت نقعد معها قلعت يعني نقيتها. مي ما صورتهاش من الاخر. ما عليش البنات ندير ان شاء الله المرات الجايه نصورها لكم، مازال نزيد نقيها اكثر واكثر. المهم هنا نحيت الحاجه الكبيره. المهم هذا ماشي روتيني تاع نهار كامل، هذا راه جزء بسيط من نهاري كامل. خلينا من السياق وخلينا من التخمال تاع الداخل باش خرجت برا. المهم هنايا كما راكم تشوفوا دوك تشوفوني بليغون. هاي ليك البنات المره الاولى جبت ليغون وما بدلتش حوايجي، ومن بعد قلت كي وليت باش نخرجهم برا نرمي هذا الزرع برا، هذا الاوساخ ماشي اوساخ، هذه الاعشاب الضاره اللي لازم نحطهم برا باش كما احنا نقولوا يبسوا، باش نقدروا نحرقوهم ولا نقدروا يتحرقوا. المهم هنايا كما راكم تشوفوا كل حاجه راهي واضحه امامكم. بارني بارطاجي معكم ببساطه تاع روتينات تاعي اليوميه. ماشي نزوخ عليكم ونقول لكم انا راني لا تشيتشي ولا راني عايشه، الحمد لله ربي يدوم علينا النعمه. كما احنا نقولوا بلاصه يعني ولا منطقه اللي عايشتها فيها تراب، فيها السيمان، فيها العادي، يعني ماهيش كما احنا نقولوا بالكارلاج ولا بالفايونس ولا. المهم الحمد لله الانسان كي يكون برك صحيح ويكون بصحته ويكون عايش، هذا ما كان. اما حاجات واحده اخرى كل حاجه تتخلف وكل حاجه بالعقل بالعقل.
وماهيش يعني الارض تاعنا ولا بلاصه تاعنا، رانا عايشين كيما حنا كيما كامل الجزائريات والجزائريين. المهم هنايا كيما راكم تشوفوا رحت زدت هنايا، رحت نحيت هذاك حوايجي ولبست جبه قديمه لسه ما غسلتهاش اللي كنت لابستها باش نرمي برا. وراكم على بالكم ندير فولاره، وراكم عارفين نمشي برك نخرج هكاك. هنا كيما راكم تشوفوا هنايا شوفوا بنات بعد ما جمعت كميه تاع الاخر راح نديرها في البرويطه. البنات ندير في البرويطه ونرميها برا، لا حياء وما فيش ما فيهاش حشمه. نورمال المراه كامل بكري كانت تخدم، المراه كانت تعاون الراجل وتخدم مع الراجل يد بيد. الجزائريات امهاتنا الفحلات كانوا يضربوا كانوا يخدموا ماشي برك في الدار. المهم هنا كيما راكم تشوفوا رفدت كامل هذاك الاخر، يعني مش برويطه مش زوج مش ثلاثه. المهم حتى نقيته هنايا جبت اضطريت اني نجبد هذه الاخر. كاين اغصان ما تقلعوليش كيما راكم تشوفوا انا راني نقيتها. شوفوا البنات بقات لي هذه فقط، قلت نكملها ومن هي ما كملتهاش البنات ما نكذبش عليكم. كنت حبست درت بوس باش نفطر الوالده نفطر وليداتي، راكم عارفين نصلي. ومن بعد قلت كل مره نخطف حاجه كل مره نخطف حاجه والى ما ذلك. المهم هنايا الفطور البنات بكل صراحه كانت عندي الفطور كانت عندي الدولمه اللي باقيت لي وكانت عندي الرشته. واش راح نزيد ندير؟ قالت لي الوالده كون تزيدي ديري حاجه خلاف ما ناكلو ما والو. المهم مع الوالده شويه كتعود راح تفواياجي، وعزكم الله هي تقيه ما تحبش كاع تاكل ما تحبش كاع تشم ريحه الماكله. المهم كلات يعني طعمها بالسيف. المهم يا البنات هنايا كيما راكم تشوفوا هنايا كي دخلت للدار غسلت هذوك المواعين كيما راكم تشوفوا. راني نوريكم تاع القهوه. وهنا هاي ليك الرشته سخنتهم وحطيتهم لوليداتي. شوفوا المرقه تاع الرشته وهذه الدولمه كانت بقى لي يعني الفطور. المهم كلاو انا يعني بعد ما راحت الوالده يعني صورت لكم في فيديو تاع البانكيك يا البنات، لكن للاسف راح ما لقيتوش في التليفون. ان شاء الله راح نعاود نديره لكم نهار واحد اخر. يعني درتو للقهوه، يعني خويا كان جاي يديها قلت نحطها مع القهوه. المهم كاش نهار راني نعاوده لكم. هنايا كيما راكم تشوفوا قلت ندير هذا الشوفلور ونهضر عليه. البنات الشوفلور الطريقه تاعي اليوتيوبر هذوك اليوتيوبر الكبار ولاو يستعملوا نفس الطريقه ويفنوا. قلت علاه انا ما نديرش طريقتي نزيد نقول نهضر على طريقتي اللي راني كي وليت قناه صغيره ما طلعتش قناتي وما كان والو شغل الفكره يسرقوها ويطوروها كيما يحبوا. حتى ورانا على بالنا بلي راهي اليوتيوب كاع كوبي كولي. ما كاين حوايج ما كانوش كاينين. يعني هنايا في قناتي راهم كاين واحد الوصفات نتحدى اي وحده تقول لي راه كاينين في قنوات واحده اخرى. كاين وصفات ما كاش تاع عماتي تاع خالاتي يعني تاع جدود تاعنا يعني تاعي انا يعني تاع عمتي وصفات جايبتهم من راسها كيما احنا نقولوا وخالتي معليش. لا علينا ماشي انا على بالي بلي كي درت وصفه على بالي بلي راح تروح وراح تخدم كامل في القنوات. المهم حنا نهضروا نقولوا علاش يعني اصحاب القنوات ما يديروش على الاقل. يا سيدي قال عجبتني القناه راني لقيت فيها واحد الوصفه ديت الفكره من هذيك الوصفه ودير عليها بيبليسيتي ولا دير لها يعني على الاقل جازيها وقولك الله كثر خيرها راهي دارت هذيك الاخر. قال راهي هذيك الانسان قناه صغيره راني ديت من عندها هذيك الفكره. ادخلوا روحوا عندها انت تدي الاجر انت تدي الوصفه وهي تستفاد كاش يدخلوا ليها كما حنا نقولوا اجدد. المهم هنا كما راكم تشوفوا الشيفلور هو خضر رحيته ورحيت كميه تاع نص صدر تاع الدجاج. درت لها البصل بودره وثوم بودره فلفل كحل والزنجبيل ودرت الملح وخلطتهم ودخلت كل شيء في بعضاته بعض وكورته كما البنات راكم تشوفوه يتكور. هنا قلت نديرها شطيطها شغل دولمه حمرا يعني بولات تاع الاخر بدون قليان. انا ما نحبش قليان. هنا درت كميه يعني نص حبه تاع بصل درتها في الزيت درت لها الملح درت لها فلفل اسود وخليت البصل تاعنا يذبال شويه ودرت له زوج حبيبات تاع طماطم مرحيين. انا هنا كنت مكونجليتها كما راكم تشوفوا درتها استعملتها ديريكتومون.
نتوما الا كان عندكم فريشكا ديروا، انا ما جابليش يعني كم شفتوا كميه تاع الطماطم اللي جابها لي ماشي كبيره. درت هنايا الطماطم، درت الزنجبيل، درت بصل بودره والثوم بودره. المهم واش درت رهيه درت، ودرت شويه قزبر مرحي اللي ما ذكرتو لكمش، درتو ثاني في الشوفلور عفوا، ودرتو هنايا كيما راكم تشوفوا. اليوم قلت نبدل شويه نديرو حمراء. شوفوا البنات تدوا الفكره وديروها مرقه حمراء، ديروها مرقه بيضاء، انتوما ليكم يعني تدوا فقط كيفاش لا باز، ومن بعد نتوما طبقوها كيما تحبوا. هنايا بعد ما تمرقت لي مليح، تحمصت لي مليح، مرقتها بواحد يعني كاس هكذاك تاع ماء. كيما راكم تشوفوا انا شللت هذيك كانت فيها البولياشي، قلت باش تعطي بنة للمرق. كيما راكم تشوفوا انا كورتها وستفتها كامل في هذيك المقله وخليته يطيب. في الاخر زدت لها يعني بعد ما طابت زدت لها كميه تاع حميصه وزينتها بالمعدنوس، وتقدم بالصحه والهنا. هنا كيما تحبوا تقلوها وديروها في البيض وفارينه وفي البيض والشابلور وتقليوهم ثاني يجو دي كروكات تاع الاخر هايلين. تحبوا ديروهم في الكوشه. المهم انا درته لكم قراته بهذا الاسلوب، وهو قراته يجي ثاني هايل. المهم هنا تحبوا تزيدوا لها الفرماج تحبوا، المهم نتوما رانا نعطيكم فكره فقط. نتمنى الفيديو تاع اليوم ينال اعجابكم، نتمنى انه هذه الوصفات ديروهم في رمضان، يعني من وصفات رمضان اللي سهله وبسيطه وما تديش الوقت. نتلاقاو ان شاء الله فيديوهات واحد اخرين. سلام حبيبه القلب.